قال لي يوم من الايام ايمن انا يا اخوي يا محمد انا فاتح مشروع وطالب منك يا محمد تجي تدعمني. قلت له معبيله واني في العبيبه شي يبني من العبيبه للمعبيله، ولكن قلت له ان شاء الله اذا يوم من الايام مريت بيك. انا الحين راجع من البلد وانا مار عندي اعلان هني عند المسجد، قلت بلف وبرجع الا اشوف الدرنه. اول ما وقفت سيارتي حصلت ايمن الحبسي صاحب هذا المشروع اضاف للاساس حلوى الكبش والحلوى العمانيه. اليوم هذا الشاب العماني لن ينجح هذا المشروع ولن يتقدم. حاسبني ولقيته يحاسب محل خضروات، فواكه، مكسرات، ابهارات، كوفي شوب، حلويات، تمور، بالإرخص الموظفين. الحين الساعة 3 الظهر 3:30، مرخص كل الموظفين، قال لهم روحوا ارتاحوا، أنا ما بسكر الدكان، أنا بقعد إلا بدعم أهلنا أولا في منطقة المعبيلة. التمور، قسم التمور ما شاء الله عليك. تعالوا بعد شوفوا هنا الجمال. شوفوا هنا قسم الخضروات والفواكه، هذا قسم الخضروات والفواكه. يلا خذ لك ها وهذا الفواكه المقطعة، يوم يجونك ضيوف يقطعوا لك هنا ايس كريم. عطني ايس كريم، يلا عطني ايس كريم. ادعوكم بانكم تيجوا تدعموا هذا الشاب العماني ومشروع الدرنه بجوار مستشفى بدر السماء ومطعم البخاري في المعبيله، ونسال الله التوفيق لاخونا ايمن الحبسي. وما شيء كلام يا عمي. خلصت المونتاج وخلصت التغطيات ونزلت كل شيء، بس والله يا جماعة أني متضايق لدرجة ما تتصورونها، متضايق لدرجة ما تتصورونها. راحوا الشباب كلهم، قاعد قلبي كذي يخفق. نعم فيني ألم وفيني صداع وفيني ما أعرف، يعني أحس أني ما مستوعب الخسارة، خسارة الحلم. كم مدرب غيروا وكم ايش وسووا وعملوا، والجماهير والشركات وكل من سوى وكل من عمل علشان الجماهير، والجماهير اللي راحت على حسابها واللي مساكين خسروا وكسروا، لكن سبحان الله الحمد لله على كل حال.